السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. موضوعنا هو تحفيزات من أجل حياة أفضل. يمكن للإنسان أن يدخل قلوب الآخرين دون أن ينطق بكلمة واحدة، إذ يكفيه سلوكه الناطق بالصفات الكريمة والأخلاق الحميدة. كن نافعا ولو بالنية، فإن الله إذا رأى فيك خيرا يسرك للخير. قابلت الكثير من الذين يعيشون بالأوهام ويضيعون أيامهم، لكن أكثرهم وهما ويظلم نفسه. شخص حزين بسبب شخص آخر يعيش حياته بكل سعادة. النجاح في العلاقات يكمن في إتقان فن المسافات، فلا تقترب إلى حد إبصار العيوب، ولا تبتعد إلى حد النسيان أو نسيان المحاسن. واجعل في العلاقات فاصل يسمى مسافة الأمان لتخفيف الصدمة. الابتسامة هي أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الآخرين، وحسب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. السعادة شعور داخلي لا تحتاج إلى معجزات، بل تحتاج لقلب متسامح مبتسم، وقناعة بالنصيب، وثقة ويقين بالله. فالسعادة تكمن بالرضا. لا تتحدث كثيرا عن نفسك، فالغموض أحيانا يعطيك جاذبية خاصة، والثرثرة المستمرة تعطيك ابتذال. جميعنا ومن دون استثناء نحتاج إلى سلة مهملات داخل عقولنا لنضع فيها الكلمات المزعجة والمواقف الأليمة، وكذلك بعض الأشخاص، ونأخذ التدبير أو المثال من أوراق شجرة الخريف. إذا أصبحت خسارتك حتمية فلا تجعلها فوز لأعدائك. لا شيء أجمل من أن يخبرك أحد أن كلماتك من الأسباب التي منحته إيجابية وتفاؤل، وغيرت نظرته لحياته وجعلتها أجمل. في أمان الله، مع السلامة.